السلام عليكم مشاهدي الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معنا في موضوع جديد. قبل ما ندخلوا في التفاصيل والتحولات اللي كيعرفها المنتخب الوطني، خاصنا نوقفوا وقفة تأمل في واحد المنظومة اللي ولات مثال كيتضرب به المثل في العالم كامل. هاد النجاح اللي كنشوفوه اليوم ماشي وليد الصدفة، بل هو ثمرة ديال رؤية حكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اللي آمن بالشباب المغربي ودعم الجامعة الملكية بكل الوسائل، ووقف وراء هاد النهضة الكروية اللي خلات راية المغرب ترفرف في كاع المحافل الدولية. وهنا ما يمكنش نكرو الدور الكبير اللي قام به المهندس ديال هاد النجاحات، السيد فوزي القجع. هذا الراجل اللي شحال من جهات وبالضبط الإعلام الجزائري ما خلاو ما قالوا فيه، هجمات يومية، اتهامات خيالية وتشويش بعد كل مباراة. ولكن القجع كان ذكي بزاف وعرف باللي أحسن رد على هذا الضجيج ماشي هو الهضرة، بل هو فن الرد بالعمل. الراجل اختار يسكت ويخدم، يخطط ويجتهد ويخلي النتائج هي اللي تجاوب. والنتيجة مغرب قوي، بنية تحتية عالمية وهيبة كروية خلت كاع المنتخبات كتضرب لنا ألف حساب. وعلى هاد الأساس المتين اللي بناه القجاع بدعم ملكي، ودعنا مرحلة وليد الركراكي المدرب السابق للمنتخب المغربي، واستقبلنا عهد جديد مع محمد وهبي. خليكم معنا تعرفوا كواليس هذا الانتقال. في الوقت اللي كل شي كان كيهضر على سميات عالمية باش تخلف وليد الركراكي، خرج لنا اسم محمد وهبي من وسط الدار. وهبي ماشي مجرد حل ترقيعي، بل هو رهان تقني جديد. ولكن قبل ما نهضروا عليه خاصنا نوقفوا عند كواليس ليلة الوداع اللي دارت الروينة في السوشيال ميديا. واش الركراكي خرج من الباب الكبير ولا خرجوه ببرودة؟ أجيو نفهموا شنو وقع. الحفل اللي دار في المعمورة لتوديع وليد الركراكي ما داش كيف ما كنا كنتسناو. الصراحة الأجواء كانت فيها برودة غريبة، والتوتر كان واضح وضوح الشمس بين وليد والسي فوزي القجع. الركراكي اللي طلع لنا السقف للسحاب ورجعنا رابع العالم بانو هو كيغلب المشاعر ديالو، وكأن هذا التوديع كان غير باش يسدوا الملف بالزربة ويتهناو. واللي زاد شعل العافية هو داك الكلاش المبطن اللي داروا القجع فاش قدم وهبي وقال عليه هذا مدرب كيخدم بزاف وما كيهضرش. هاد الجملة كانت قاصحة بزاف وفهمها كل شي باللي مقصود بها وليد اللي كان عزيز عليه التواصل والندوات الصحفية. واش نصفنا وليد؟ الصراحة واخا الخطط ديالو في الاخر عكسات، ولكن ما خصناش نكونوا نكارين الخير. وليد هو مهندس ملحمة قطر، وكان خاصو يخرج بحفل كيليق بماركة مسجلة سميتها الركراكي. واخا هاد النهاية كانت شوية قاصحة، ولكن تاريخ الركراكي محفور بالذهب. هاد السيد رجع لنا الهبة، رجع لنا تمغربيت في الملاعب، وخلانا نعيشوا أسابيع ديال الفخر، وهو اللي قنع مواهب عالمية يختاروا البلاد، وبنى عائلة قبل ما يبني منتخب. الخطط ديالو كانت سم قاتل للخصوم في قطر، ولكن سنة الحياة هي التغيير. الكرة غدارة ومحتاجة ديما الدم الجديد وأفكار تخترق الحصون اللي ولات كتقرانا مزيان. شكرا راس لافوكا، شكرا على النية. واليوم كنسلموا المشعل الوهبي باش يكمل الطريق. أكبر مشكلة واجهت المنتخب مؤخرا واللي على إثرها وقعوا هاد التحولات هي أننا ولينا كتاب مفتوح. خطة 1-4-1-4 اللي صدمت العالم في قطر نشفات في إفريقيا. هنا فين كاينة قوة محمد وهبي، الراجل معروف بالمرونة التكتيكية في كأس العالم للشباب. ما كانش كيلعب بخطة واحدة،
بل كان كيغير جلدو على حساب الخصم، كيلعب واحد 3-2-4 فاش كتكون عنده الكرة، وكيتحول لحيط دفاعي صحيح بلا بيها. وملي كنهضروا على محمد وهبي راه ما كنهضروش من فراغ. هاد السيد هو اللي بصم على واحد من أكبر الإنجازات في تاريخ الكرة الوطنية والشبابية. آمن بواحد الجيل ديال الوليدات وتقاتل معاهم، وعرف كيفاش يزرع فيهم الروح القتالية والتكتيك العالي. طريق ما كانش سهل، ولكن بفضل الرزانة ديالو والقراءة الصحيحة للماتشات قدر يوصل بهم للنهائي الكبير. وماشي غير وصل، بل انتزع كأس العالم بكل استحقاق وجدارة. هذا اللقب هو اللي خلاه اليوم يكون الخيار المنطقي للجامعة، حيث هو اللي كيعرف هاد المواهب اللي طالعة وعارف كيفاش يخرج منهم أحسن ما عندهم. وهبي أثبت باللي المدرب المغربي إلى تعطت له الإمكانيات والوقت كيقدر يتربع على عرش العالم. وهذا الشيء هو اللي كيعطينا الأمل باللي المسيرة مع الأسود الكبار قد تكون فيها مفاجآت تكتيكية واعرة بزاف. وهبي ما كيامنش بالجمود، وهذا هو السلاح اللي محتاجينه باش نقتلوا الرتابة اللي طحنا فيها. وداعا لمبدأ العاطفة والحنين. وهبي كان واضح اللي وجده مزيان هو اللي غيلعب. اليوم كنسمعوا على مواهب بحال شادي رياض، أيت بودلال، وربما وجوه جديدة بحال أيوب بوعدي ونائل العيناوي. لكن وهبي واش غيكون مدرب للمونديال وصافي؟ تقنيا إلا ضغطنا على المدرب بالنتائج الفورية غنحرقوه. النجاح كيبغي مشروع طويل. باش اللعابة يحسوا بالاستقرار، وهبي محتاج طاقم يعاونو تكتيكيا، بحال الهضرة على يوسف حجي، حيث هو ولد الدار وعارف الشادة والفادة. المهم هو الانسجام داخل المجموعة باش السفينة تزيد للقدام. وفي الختام وحنا كنودعوا مرحلة وليد الركراكي وكنستقبلوا عهد محمد وهبي. كيبقاو بزاف ديال التساؤلات كيدوروا في بال كل مغربي غيور على هذا المنتخب. واش هذا التغيير جا في وقته المناسب؟ وكيفاش غتكون العلاقة بين المنتخب الوطني والمدرب الجديد؟ كلنا كنعرفوا أن الركراكي ماشي غير مدرب داز، بل هو الصديق والأخ ديال هاد اللعابة، وبصمته باقية محفورة في قلب المجموعة. السؤال الكبير هو واش اللعابة غيقدروا ينسجموا بالزربة مع السيستم الجديد ديال وهبي، وكيفاش غتكون ردة فعل ركائز المنتخب اللي كبروا مع وليد فاش يلقاو أفكار تكتيكية ومدرسة مختلفة تماما. واش غادي نشوفوا انتقال سلس للسلطة التقنية، ولا غتكون هناك مقاومة للتغيير داخل الكواليس؟ هاد الشيء هو اللي غتجاوبنا عليه المباريات الجاية. ومن هذا المنبر ما يمكن لنا إلا نتمناو الوليد الركراكي كل التوفيق في مساره القادم فين ما كانت الوجهة ديالو. وليد غيبقى ديما هو داك البطل اللي خلانا نخرجوا للشوارع ونرفعوا راسنا بين الأمم، وعمرنا ما ننساو باللي معاه تيقنا باللي المونديال ماشي بعيد علينا. شكرا وليد على كاع اللحظات اللي بكيتينا فيها بالفرحة، وشكرا حيت كنتي وفي لبلادك حتى لآخر دقيقة. دابا عينينا كاملين على محمد وهبي، واش غيقدر يكمل البناء ويصلح الثقوب اللي بانت في السفينة؟ واش غتكون عنده الجرأة باش يدير التغيير اللي كيتسناه الجمهور؟ هاد الشي كامل غنعيشوه مع بعضياتنا في الأيام القادمة. وانتوما شنو هي التوقعات ديالكم لهاد العلاقة بين عهد وليد وعهد وهبي؟ واش كتشوفوا أن المنتخب غيولي أقوى ولا غيحتاج وقت باش يرجع للهبة ديالو؟ ما تنساوش تخليو لنا آراءكم وتوقعاتكم في التعليقات، وبارطاجيو الفيديو باش يوصل لعشاق الأسود. خليونا ديما متحدين ورا البلاد، وحظ موفق للمنتخب الوطني المغربي في المونديال وفي كاع التحديات اللي جاية. كانت معكم عالم القصص والأسرار، ديما مغرب، والله الوطن الملك.